في نوع من الناس ما تقدرش تمسك عليه غلطة بسهولة، بيبان طيب ومتعاون ومتدين ومحبوب وسط الناس، لكن في الحقيقة هو نرجسي بس مقنع، ودي أخطر بكتير من النرجسي العادي أو النرجسية العادية. وعلشان تميزه هقولك على مجموعة من صفاته. أول صفة، دايما بيقدم نفسه في صورة الإنسان اللي بيضحي وبيتحمل علشان غيره، بس هو بيستغل ده علشان يتحكم ويكسب تعاطف الناس اللي حواليه. تاني صفة، لما بيجرحك أو بيغلط فيك بيستخدم أسلوب اللف والدوران معاك أو بيخليك تشك في إحساسك، فتسمع منه مثلا بعض الجمل كده اللي يقولك فيها: أنت حساس قوي على فكرة، أنا كان قصدي خير، مشكلتك إنك بتفهمني غلط. وكل دي من الجمل المنتشرة اللي بيستخدمها. تالت صفة، بيعرف كويس يعيش دور الضحية، وكل ما تحاول تواجهه تلاقيه يبتدي يعيط أو ينهار ويخلي الناس تهاجمك بدل ما تفهمك. رابع صفة، شكله متواضع لكن جواه شعور بالعظمة وبيتغاظ جدا لما حد ياخد منه الاهتمام أو حد ياخد منه الأضواء. خامس صفة، ما بيعتذرش بجد، يعني هو ممكن يقول لك آسف بس يقلبها عليك في آخر الجملة وكأنك أنت السبب. سادس صفة، في وسط المشكلة أو في وسط إن أنت بتتناقش معاه أو بتحكي معاه عن المشكلة ممكن يسيبك وينسحب، يسيبك بتكلم نفسك. لو بدأت تشك في نفسك وتحس إنك غلطان ومضغوط طول الوقت وإنت مش فاهم ليه، راجع الصفات دي، لأن النرجسي المقنع بيسيبك دايما حيران، مرهق، مضغوط نفسيا، من غير ما يصوت، من غير ما يزعق، من غير ما يعمل مشكلة كبيرة. فلو أنت قابلت النوع ده في حياتك احكي لي في الكومنتات أو ابعت لي وهقول لك تتصرف إزاي.